وهيك بتكون طبختنا صارت جاهزه. ندوقها. قلنا لكم اخترنا لكم طبخه صينيه. يفضل عرضه والله طيبه. طبختنا اليوم هي أكلة صينية، دجاج مانشوريان. هلا مجرد ما نذكر الصين واكلات الصين راح يروح مخكم للاكلات البحريه، الجراد، الديدان، ما بعرف يعني كان بس هذا الموضوع ما بيقول انه كل طبخاتهم بتاكل، لا في عندهم طبخات طيبه. منها دجاج مانشوريان. اليوم طبختنا هي صدر دجاج، فليفله خضراء، فليفله حمراء، فطر فريش، فينك تحط فطر فريش وفينك تحط فطر معلب، بصل وزنجبيل اخضر، تمام، وبيضه، بصل اخضر، سمسم ابيض، عندنا توم حب ونشا. هلا في عندنا الصوصات، صوص صويا، هات صوص، شطه معروفه هون، ماجي صوص والاتش بي. ما فينك تجيب هدول، فينا نستغني عنهم ونجيب كاتشب بدالهم، يعني ما فيني اقول لك هدول لا بدك تحطهم، لا فينك تستغني عنهم بالكاتشب، بنحط كاتشب بس هذا هو صوص باربيكيو اتش بي، تمام. في عندنا البهارات، عندنا شويه كاري وعندنا بهار ابيض، هدول نتبل الدجاج. في عندنا سكر، السكر الاسمر ما فينك تستعيد عنه، السكر الابيض فينك تضيفه وفينك ما تضيفه بصراحه، عشان ما تقول عم نخبص يعني بالبقله، ففينك تضيفه وفينك لا، بس معروف عن الصين هي الاكل الحلو الحامض، تمام. فهن جماعه هيك بيحبوا، شو نساوي؟ رح نشتغل اليوم اكله. نسينا لكم شرايح الاناناس، اخترنا لكم اكله اليوم لانه حبينا نكسر لكم الروتين، مليتوا من الزنجر والكريسبي والسبايسي وهالامور هاي. اكله بسيطه وطيبه، يعني لكم ما طيبه والله طيبه، يعني انا بحبها بصراحه. حاجه حكي يا جماعه، خلينا نبلش بالطبخه. طبعا نقطع الفروج قطعه كبيره شوي، يعني نوعا ما جيده. قطعنا هالفروجات حطيناهم هون. بنجيب لهم بيضه، بدي اسهل من هيك، حطينا البيضه، بنتبلهم، رشه بهار ابيض، رشه كاري صغيره، نجيب نشا، هذا الصوص الاتش بي بنحطه معه بيعطيه طعم طيبه. هذا طبعا رح نستخدمه بالطبخه بعدين. ريقه شوي بنضيف له شويه نشا. هلا لوين هدول؟ على القلي، على الزيت. طبعا ما بياكلوا بالزيت وقت كثير، 3 دقائق 4 دقائق بالكثير، 3 دقائق يعني نكون جاهزين ان شاء الله. شو رايك نروح نقطع الخضره لما يطلعوا هدول؟ يلا. طبعا تقطيع مربعات. هلا معروفين بالصين بكثروا خضره كمان بالاكل، يعني بينوعوا، مثلا بيحطوا لك ملفوف احمر، ملفوف ابيض، بيحطوا جزر، بيحبوا ينوعوا خضار كثير. نحن ما راح نكتر عليكم عشان ما تقولوا خبصنا كثير. بعد امي لحد يطبخ. لا انت لا انا اعوذ بالله، ما خرجت يطبخ مثل امي. طبخاتها كثير طيبين. هلا كلياتنا بنشوف انه كل واحد بيشوف انه مو شيف جنرال لسه لفوق، شيف جنرال ولا شيء قدام طبخات ام الواحد يعني. هلا طلعوا من الزيت حاجتهم، بنشوف شلون مستويين. شوف هلا في طبقه عجين فوق منهم، فرطوا سيد راسي، فرطوا لحالهم فرطوا. بلشنا نقطع زنجبيل، نقطع الفطر. يلا هاي الزبده، بسم الله. والله تعلمت من والدي الطبخ، ما كثير اكلات يعني، بس مثل الفريكه واحده منهم. نحن بالمجال الفندقي بنطبخ فريكه، بس يعني بتعرف واحد بدايته بس بده يلاقي له شي شغله يتعلمها جديده. راح نحط الفطور هلا فوق منه. الفليفله شوي قاسي، يعني انه بتعرفوا هاي الفليفله الفرنجيه بيقولوا. الفليفله طبعا حلوه. حطينا هون، نحط لهم زنجبيل، ثوم مدقوق مهروس عشان يكون تعبير اصح. والله هو النفس يعني عباره عن خبره، يعني مو انه والله حيلا واحد يجي يلف لك سندويش شاورما او يطبخ لك شيء طبخه يقول لك والله نفسه طيب على الاكل، لا اخي لا، هو مراحل الخبره تطورت عنده، فصار انه ملم بكل المواضيع هاي الاكل، بيعرف من اين تؤكل الكتف. هات صوص، شطه معروفه، شوي ما كترنا. هي حاطين طبعا شطه مشان ما نحط فلفله حمراء، فلفله خضراء حبه،
الاتش بي. قلت لكم ما فيكم تجيبوا هذا اذا عندكم كاتشب بصير، عشان ما خليكم تتكلفوا على الطبخه. نحن على اساس انه اشتغلناها ما بدنا نتكلف عليه كثير. هلا الخضره استوت عنا. عنا السكر الاسمر. قلت لكم بدكم تحطوه، حبيت تحطوه حطوه. هلا هي اصولها بينحط لها السكر، ما حبيت تحطوه ما في مشكله. سكر مكرمل حلو وحامض وحد ومدري شو. شو عم يصير معك شيف جمعه؟ بتجرب. تجربه خير برهان. هلا بس نخلص طبختنا بدو تحكم عليها. شو حطيت؟ حطينا دجاج، نضيف لها شويه مي ونتركها تغلي. شويه مي، ها ما كثير. الملح ما سالتوني ليش ما حطيت للطبخه ملح. ليش؟ لانه عندنا هذا صوص صويا، هذا مالح، فبيعطيها ملوحه وزياده. تمام، نحن كترنا منه. انا ما سالتك انه بعرف. اها خبره، خلاص عيني ما تصيبك. انت بتعرف مجال الاعلام، شو دخلك بالطبخ؟ انت اعطيك سندويش فلافل هلا بكيف عليها. هاي صوص صويا، استناها اتعقد شوي. طبعا اول ما خلصت دراسه بال 2007 دخلت مجال فنادق. اشتغلت بمطعم بوابه الشهباء، اختصاص غربي. كان عندي شغف كثير بالغربي. بشوف المطاعم بالمحرر كل يوم بعد يوم عم نشوف انه مطاعم عم تطلع جديده. في رقي بالموضوع، يعني انه طلعنا موضوع انه المطاعم الشعبيه لا عم نرتقي اكثر. في تجهيزات، في ديكورات حلوه عم تطلع، في لقمه جديده عم تطلع. يعني انه طلعنا من مجال اللقمه الشعبيه للمستوى انه صرنا نقدم وجبات غربيه، صار يتقبلوها الخلق. صرنا نقدم خواريف محشيه، صار في تقبل مناسف. يعني طلعنا من موضوع انه الاكل الشعبي. جهزنا الرز نحن طابخينه. الحلقه الجايه بنعلمكم طبخ الرز. طبعا هذا الاكل بتقدم مع رز. اكلتنا صار جاهزه، ما بدها شيء سيد راسي، خفيفه نظيفه لذيذه وسلسه. هلا اجى دور السمسم. اذا حبيتوا بصل اخضر يا اخي هيك باكلوه وصي، لا تقلي ليش. اناناس، حبه اناناس زينه، واذا حطيتوها فوق الطبخه بتطلع كثير طيبه. وهيك بتكون طبختنا صارت جاهزه. ندوها. قلنا لكم اخترنا لكم طبخه صينيه. يفضل عرضه والله طيبه.